رمزي رمزية روحنا هاي ربي يرحم وليدك، ان شاء الله ربي يبين حقه، ان شاء الله يا ربي. بهذه المدينة يعيش الشاب رمزي البالغ من العمر 17 سنة. شاب مرح أنهى دراسته في التكوين المهني في مجال الطبخ. طفل شيح الياس هذا في عمره 14 سنة 17 كان مدير تكوين ويخدم معنا نورمال، هاو يدير تكوين، هاو يطلع ويهبط، هاو يعاوننا يروح ويجي نورمال. في الفوق في الخدمة تاعنا هنا في الغنم هكا في السرحة يسرح معانا، يروح يدينا الماكلة ويجي يطلع ويهبط عادي. يسمى واش نقولوا له، هو حارية في الخدمة هذه، يشتي يخدم هكا. كان رمزي يستغل أوقات فراغه في مساعدة أشقائه في رعي وتربية الأغنام بمنطقة عين زال بولاية سطيف. لا رمزي بس يعيش السكان حياة بسيطة وسط ظروف معيشية صعبة. رمزي وبتاريخ 31 من ديسمبر 2009 تعرض لإصابة بطلقة نارية كانت كافية لوضع حد لحياته. تعود بنا الأحداث لتاريخ 30 من ديسمبر 2009 في حدود الساعة 10 صباحا، حين عاد الشاب رمزي إلى بيته العائلي وطلب من والدته إحضار معداته وملابسه للذهاب لمساعدة شقيقه رضا في رعي الأغنام بإحدى المناطق التابعة لبلدية عين زال والمعروفة باسم دوار ولاد يوسف. أهلا وليدي، الحمد لله كي جيت. خوك أنا خلصت التكوين. الحمد لله وليدي، مبروك عليك، خلصت التكوين تاعك. خوك ويستنى فيك، أو عيط قال لك ارواح ضك باش هو تطلع وهو يهبط. أنا رايح توالد إن شاء الله وليدي. ذكر وتوالد إن شاء الله، نطلعوا في روحك وليدي ونطلعوا في رواحكم. هاي باي ما ذوك بعد إن شاء الله. إن شاء الله وليدي، هاي إن شاء الله هزي في روحك باش تطلع وخوك يجي. هاي يا وليدي. عايش لاباس عليه في حلقة فزية، هضر الشايخ يضحك نحكي لاباس عليه. قلت لك راح يخدم، قال لي معطي لي نحق الشو تاع ثانوية، قال لي يعطي لي قش الجبل، عطيناه قش الجبل، يضحك مع اختو يقصر معاها، يضحك معايا، يقول لي انا راني رايح نخدم على روحي، رايح نعاون رضا، رايح نخدم على روحي، راح نخدموا على رواحنا. النهار اللي خلص التكوين تاعو جا لهنا، حط قشو، لبس قش الخدمه، قال لمو قال لما مو قال لها باللي انا رايح الفوق نعاون خاوتي من هذيك من زيتشنجي، قال لها نروح نعاونهم نقعد ثم طول، هي نروح نسرح معاهم. بعد خروج المدعو رمزي من المنزل توجه مباشرة نحو شقيقه رضا الذي كان يرعى الأغنام. هنا
بعد وصول رمزي إلى دوار ولاد يوسف تبادل أطراف الحديث مع شقيقه، واتفق هذا الأخير مع رمزي على العودة إليه مساء. هاي هاي. بسرعة. بشار إذا أهلا أهلا رمزي. بس لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. قلت لكم أروح أتغدى وأروح أشوف وش عندك شغالات، وأنا هنا يعني قاعد لك لهنا، أنا خلصت تكوين. إن شاء الله. هاي مالك خلصت خدمة، احكم ريح نتعاون أنا وياك، ونروح نروح نتغدى إن شاء الله، والعشية المغرب نجيب العشاء ونمشي. هاي صح. هاي صح. هاي أقول هاي. ما هاتي الحوايج، هاتي خليني راجع. ها وش بدنا؟ روح بيدي ربي يسهل. في حدود الساعة 4 مساء توجه رضا إلى منطقة ولاد يوسف. لحقت ثم كيما لحقت ثم قاريت مو بتاعي، طليت على الكراج، شفت الكراج تاعي، شفت منه شي خرفه لي قاعد في الدار، وليت راح للطفل رايح الرمزي بان نزوي روح. كي رحت ما لقيتوش، ما لقيتوش، حوست درت من عيط رمزي 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 رمزي، ما كان والو. انا هكاك نحوس، جات كاميونه هابطه، كي جات هابطه احنا ثما كي تعود من طوموبيل تجي غاصبه ولا ندرك ولا شوفوا واش كاين في الطوموبيل هذه. عندنا لازم نعرفوا واش كاين في الطوموبيل، ولا نعرفوا شكون الناس هذو، غير عندنا نعرفوا ونخرجوا. جات الطوموبيل غاصبه، طليت عليها لقيتها كاميونه تاع ولدان نعرف. معهم واحد ما عرفتوش لحد ما عرفتوش، خليتهم راحوا، راني قاعد نحوس، راني نحوس 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 نحوس، ما كان والو. بلي ربعة على الساعتين قد طلع خويا رضا هذا يحوس عليه ما لقاش. ساعتين 3 حوس من سقسا، الربعة بدا يعيط في التليفون، هاني ما لقيتش رمزي، هاني منا هاني ما لقيت والو.
وقيل حتى للخمسة زمان شتاء. هاي زمان شتاء هي ديسمبر، الخمسة هكذا بدا يطلع شي يطيح المغرب. كيما روحش وما روحش بالغنم زاد تقلق، ولك الساعة يعيط باللي راني ما لقيتش رمزي وما روحش بالغنم. هناك لاحظ اختفاء شقيقه رمزي والأغنام فبدأ بالبحث عنه. ورمزي ورمزي رمزي ورمزي ورمزي رمزي ورمزي رمزي 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 ورمزي رمزي رمزي لحظات بعدها سمع رضا طلقة نارية، وشاهد المدعو فريد يجري في الغابة وهو يحمل بندقية صيد، وكانت ملامح الفزع والخوف بادية على وجهه. ورمزي رمزي ورمزي. استمرت عملية البحث إلى ساعات متأخرة من الليل ولكن دون جدوى. الشاب رمزي اختفى فجأة عن الأنظار ومن دون سابق إنذار. ورمزي ورمزي ورمزي. وهما بداو يحوسوا ل 12 تاع الليل ما تعين والو، ما روح لا هو لا الغنم. 12 ما لقيناهم شطول، ما لقينا لي طراس تاعو والو حتى طراس. بلي ربعه هذه بالخميس غدوه الصباح جيت انا روحت هبطت من باتنا الخمسة تاع الصباح هبطت لحقت لهنا لقيت الناس طلعوا يا ويحوسوا وكلش. زدت لحقت انايا لحقت لما بدينا نحوسوا ثاني نهار كامل ما كانش. التليفون وصونا مديالي لعود رضا ولا رمزي استنى طراش. الو رضا. الو ما بعد ما جيت انت لا رمزي. ورمزي ما لقيتوش. كيفاش؟ ما لقيتوش. ما لقيتوش زعما يسهل هو ولا شي. كان له ولا الغلم كان شطوله. لا وين راح وخاه؟ نروح للجدرمية ديكلاري نشوفو. كيفاه؟ نروح للجدرمية نروح للجدرمية. وقولي ما بس كيما يجيب معاه ذراري بان حوس. خلاص رضا. ما درتهاش في بالي.
قاعد انا والخدام اللي هنا يخدم لي، ما قلت رضا ما جاش دوك، هايديك مغرب المغرب هذا الوقت هاك. وانا قلت لهم بحال ما جا لا رضا لا رمز لا الياس. قلت لهم لا، قلت لها يا كنزه راه ما جا لا رضا لا الياس. من ثم قلت بالك استناي، لا عاد شعني راني حبست لهم الموطو ولا عاد كاش ما عندهم شغاله كيخدموهم ما نعرف. زدت استني الزمان، قلت لها راه ما جا لا رضا لا الياس، وتقلقت عليهم، عيطت على رضا قلت له رضا وشني هذا؟ قال لي ما راني ما لقيتش الياس، راني نحوس وراني ما لقيتوش. بصح قال لي يما طلعي الجدارميه، روحوا بلغوهم بالجدارميه قول لهم انا ما لقيناش الطريق، طلعوا يحوسونا عليه. كان شي واحد بالفاميله تاعنا قال لي لا فاميسي، جاب لي مسكين طوموبيل حتى للدار ورحنا في الليل للجدارميه، رحنا للجدارميه. رمزي ما يجيناهاش هاك ودار والله كيفاه نروحوا نطلعوا للجبل نحوسوا يحمد ربنا على رمزي نطلعوا للجبل نشوفوا جماعه نشوفوا الناس ونجمعوا المهم نروحوا للجبل وخلاص هو يسرح لنا في الجبل من الديار نديماري ونروحوا من ثم نشوفوا ان شاء الله ونروحوا. هيا خلاص هيا وفي اليوم الموالي اتفق حمزة شقيق رمزي مع الجيران للذهاب إلى المناطق المجاورة لأولاد يوسف من أجل البحث على رمزي عسى أن يعثروا على أثر له، ولكن من دون فائدة، رمزي ما زال مختفيا. شوفوا تحت الروشيات ثانية هيا زيدوا طلعوا لفوق زيدوا. ترى نزيدوا منين حوسوا رمزية بالجمعة الصباح ثاني زدنا لمينا غاشي كالعادة لمينا الشعب راهم معانا كثر خيرهم، رحنا حوسنا على السبعة كنا ثم كانت عينا زال كلهم جاو معنا حوسنا على 9 عيطوا لنا قالوا لنا بصفر يا ربي كي كنا حنحوسوا داروا لنا صف، قال لك حنا عقبنا العسكر وحنا نعم، داروا لنا صف قال لك حنا عقبنا العسكر وحنا عقبنا اللي مع الارهاب وعقبنا ذاك هما الارهاب، داروا لنا صف وسوقوا فينا وطفوا مورانا ربي يرحمهم كان مورانا.
اللحقوا يا جماعه اللحقوا. بعد مرور 3 أيام من البحث عن رمزي تم العثور على قطيع من الغنم بالمنطقة المسماة الكعابشة ببلدية صالح باي التي لا تبعد كثيرا عن منطقة عين زال. هيا يا جماعه هيا. عيطوا لنا الجدارميه قالوا لنا باللي رانا لقينا النص من الغنم راهي عند فلان. بدينا احنا قلنا لهم، هدرت معاهم انا شخصيا مع الجدارميه في التليفون، قلت لهم كي لقيتوا الغنم اسكو لقيتوا الطفل ولا ما لقيتوش؟ قالوا لي ما لقيناش، رانا لقينا غير الغنم، لقينا نص برك. لقاو حوالي 30 راس ولا 35. بدينا احنا كي قالوا لنا انا لقينا غير الغنم ثم ما لقيناش والجدارميه ما لقاوش الطفل، بدينا نحوسوا، كملنا نحوسوا حتى للمغرب. المغرب ما تعين لنا والو، ولينا هبطنا من الغابه هكذاك، جينا توال الدار وتلمينا وقاعدين نشيخوا باللي غدوه كيفاه نبداو نحوسوا ثاني في النهار، العود نلقاوه في البلاصه الفلانيه، العود ما يتعين لنا منا ما كاين والو. رمزان وقفوا يا جماعه حبسوا حبسوا. في اليوم الموالي وفي حدود الساعة 10 صباحا تم العثور على جثة الشاب رمزي بالقرب من حاشية مجرى مائي ملقية تحت أشجار البلوط في الغابة. شوفني لما روحت وقالت القضيه هكاك تمشي، هنا حوسنا على الياس، يطلعوا الناس انا ما لقيناش الياس، نعيطوا هنا ما لقيناش الياس. اللح باللي 4 العشيه من يقول من الوحده وخوه يحوس. الخميس نهار طول ما كانش، في الليل بيتي ثم ما كانش. نهار الجمعه على 10 جاو قالوا لي رانا لقينا الياس، لقيناه مقتول بالرصاص. قالوا لي رانا لقينا السيد الياس راه مقتول بالرصاص، راه كان مخبي، راهم جبدوه طيشوه في الجبل. 3 جور وحنا نحوسوا ما كاين والو، البلايص الكل حوسناهم ما كاين والو، حوسنا مليح ما كاين والو. بالجمعه الصباح طلعنا نورمال، طلع الغاشي الكل، لحقنا ثم جينا نجري وتلمينا لقيناهم لقاوه ثم محطوط في بلاصه. بالخميس كانوا بالخميس حوستها الناس الكل ما كانش ثم بلي 4 والخميس البلاصه هذه لقيناه محطوط ثم تحت عريش، محطوط ها هو وراه طفل مقلب هكذا على ظهره باين طول، مدايرين له حبات تاع بلوط هكذا. تكلم قال لهم وهز جاي نحي البلوط طاح مات. ومن خلال معاينة جثة الضحية تبين أنه توفي مقتولا بالرصاص. الحادثة خلفت حزنا شديدا وسط أقارب وأهل الضحية، خاصة وأن رمزي توفي في ظروف غامضة ومن دون أي سبب وجيه. بقى الناس يموتوا لهم ولادهم، خير موت من ربي يرحمه ويوسع عليه، موت خير من ربي ما نغضبوش منها. يبكوا عليهم عام، يبكوا عليهم عامين يكساوهم. احنا بقى رانا 7 سنين، احنا كي نحطوا الطابله نقعدوا نشيخوا غير عليه هو.
أو كيفاش كان الياسة وشكون اللي قتل الياسة، هو راح الياسة، هو اللي مشى الياسة، وكيفاش الياس أقسم بالله غير أنا وخوتو غير عليه هو. دوك 7 سنين وحنا غير عليه. من القاتل؟ هل يمكن أن يكون الفاعل أحد السكان المنطقة؟ ما هي دوافع وأسباب الجريمة؟ لماذا اختفيت الجثة لمدة 3 أيام؟ هل هي تصفية حسابات أم أن هناك أمورا خفية تحوم حول القضية؟ وقائع القضية حسب تصريحات أهل الضحية انطلقت حينما كان الشاب رمزي يرعى الغنم في الغابة بمفرده. في تلك الأثناء كان فريد وأحمد على متن شاحنة صغيرة، فشاهدا رمزي يرعى الغنم بمفرده في الغابة. هنا استغل أحد المتهمين المدعو فريد الفرصة، فبدأ بالترصد له للتخلص منها. شو دير هنا؟ قال لي خوك مضروب برصاص. قلت له خويا هذه واش لقيت؟ انا واش لقيت؟ انا لقيت بالهيكس بالمكحله عنده سونطره زويجه وراه كلم وجهه بارود. بصح باه نقول لك هو اللي قتل والله ما قتلش، ربي يعني ما شافش عيني، راني ما شفت والو، لان ما شفت الناس هذو يدوروا ثما بالسلاح. بعد تأكد فريد من وفاة رمزي قام بالتخلص من الجثة وإخفائها في الغابة كي يبعد الشبهات عنها. توجه مسرعا نحو شاحنة صغيرة كانت بانتظاره وفر هاربا إلى وجهة مجهولة. شقيق الضحية صرح أنه سمع صوت طلق ناري، وشاهد المدعو فريد وهو يجري في الغابة وبيده سلاح ناري، وهو ما جعلهم يوجهون له أصابع الاتهام. رحنا للسبيطار. كي خرج الطبيب من ثم قال لنا هو مقتول بالبارود. تكلم خويا رضا قال له كي عاد خويا مقتول بالبارود، قال له انا بلي ربعه كي طلعت على الساعتين هاني واش شفت؟ قال له هاني شفت الهيلي كي طلع الطول طول المقام تذكاري. قال له لقيت الكاميون الهيليكس خارج من الجبل وهاز السلاح على ظهره لابس فيستا صفراء وصفوا له كيما شافوا. قال له يجري خارج من الجبل ويجري ويقول له هيا 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 هيا. صار ديما مشى لحق للطريق اللي تروح ليهم هما للدوار. قال له هاني واش شفت انا؟ قال له لك راك تقول مقتول بالبارود، انا هذا ما شفت، ما شفت حتى حاجه. روايات عديدة حامت حول القضية، فهناك من يرجح فرضية القتل لغرض السرقة، وهناك من يرجح الجريمة لتصفية حسابات. العائلة تطالب العدالة بفتح الملف من جديد ومعاقبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية. القضية فصلت فيها هيئة المحكمة بتبرئة المشتبه فيهما،
حيث قام النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بالطعن في الحكم الصادر والقضية محل استئناف لدى المحكمة العليا. نحن لا نتهم أي طرف، بل ننقل الوقائع على لسان أصحابها.